بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يجعل هذه الساعة ساعة خير وبركة عليكم جميعا أنتم وكل من تحبون. أنا سأقرأ لكم هذه القصة، أرجو أن تروقكم. هي مؤلمة ولكنني سأقرأها على مضض. وبالمناسبة أشكر الفنان الأخ كمال الصالحي الذي حضر لنا هذا التقسيم المرافق لهذه الموسيقى، فأرجو التصفيق لهذا الفنان الذي أفنى جزءا غير يسير من عمره في خدمة المجال الفني للجالية المغربية في الولايات المتحدة. وعلى ذكر الفنان كذلك أدعوكم إخواني أخواتي أن تدعموا موقع الفنان نعمان الحلو على اليوتيوب وعلى جميع المواقع الاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه تعرض لعملية قرصنة. والحمد لله يعني مجموعة من الإخوان الآن تضامنوا معه وقناته عادت وأكملت 100,000 ويمكن أكثر الآن. وبالتالي أقول أخي نعمان، نحن معك وندعمك، ورسالتك وصلت وأغنيتك وصلت إلى الضمير. وأنا آسف لأنني لا أستطيع أن أرتجل، يجب أن أقرأ. قصة أسجلها ليذكرها الأبناء، أما الآباء والأجداد فهم أدرى بها مني. تقول الحكاية: وقف عفريت فجأة ذات يوم على صديقين جارين يجمعهما تاريخ الجوار والقرابة العائلية واللغة والدين والتاريخ المشترك. قال لهما العفريت: اطلبا ما تريدان، وكل ما يطلبه أولكما سينال الثاني منكما ضعف ما طلبه الأول. سألهما العفريت من يبدأ بالطلب، ولأن الأول كان شهما وكريما ويثق في جاره ثقة عمياء، وسبق أن ساعده في حربه من أجل أن ساعده في محنه، قال للعفريت: ابدأ بصديقي وجاري، فلا فرق بيننا، إنه أخي. الله يرحمك محمد الخامس. فالتفت العفريت إلى الجار وقال له: ما هو طلبك؟ فأجابه: افقأ عيني اليسرى، خور لي عيني. وهو يعلم أن صديقه وجاره سينال ضعف الطلب. ففعل العفريت ما طلب منه، ثم التفت إلى الآخر وفقأ عينه اليسرى واليمنى. مرت الأيام والسنوات، وكان الجار الحقود يعتقد أن جاره الطيب لا يبصر، ليكتشف بعد ذلك أن الرؤية لا تتأتى فقط بالعين، وأن ذلك الجار رغم أن عينيه مغمضتان فكل أهله كانوا يرون بدلا عنه ويساعدونه على تلمس الطريق. بل الأدهى من ذلك، اكتشف الجار الحقود أن جاره كان يعتمد على تاريخه العريق وما شهده في ماضيه من أمجاد وخيرات وانتصارات وعلو شأن، وخصوصا كان يعتمد على ما امتلأ به قلبه من إيمان ورحمة وحب للخير للجميع. فلم يكن هذا الجار الطيب يحتاج إلى عيون لكي يبصر، بل كان يرى كل شيء كما لو كان مبصرا. والنتيجة أن الجار الحقود والغني كان أعمى ولا يبصر وهو بعين واحدة، أما الطيب المتسامح فكان يبصر بدون نفط، بدون غاز، بدون معادن، بدون عيون. بعد سنوات بل وعقود طوال، قرر العفريت أن يبني بيتا ومصنعا ويستثمر ثرواته وأمواله في أحد البلدين، في أحد الأرضين، فاختار أرض الجار الطيب.
المتسامح ليأتمنه على ماله وتجارته، تاركا الجار الحقود يتحسر نادما على حقده وغدره. فتساءلت الأجيال من بعدهما ولا تزال، تساءلت الأجيال من بعدهما ولا تزال تتساءل: ماذا لو أن جار السوء هذا كان قد طلب من العفريت مالا كثيرا وخيرا وفيرا؟ أما كانت حالته اليوم أحسن، وهو الذي يقضي كل وقته يصرف كل خيراته وثروات أبنائه لكي يحارب جاره الأصيل، مفضلا أن يكون أعورا فقيرا متخلفا على أن يترك جاره آمنا ومستقرا مع أهله؟ انتهت الحكاية؟ لا، لم تنتهي. القصة لا تزال مستمرة بسرديتها، ما تزال فصولها تكتب مع شروق شمس كل يوم جديد في شمال إفريقيا. لم تنتهي القصة، بل ما زالت طويلة مؤلمة صادمة، لأن ما فعله النظام العسكري الجزائري على مدى 6 عقود في كل جيرانه أمر يستحيل وصفه، من دسائس ومكائد وتحريض ارتمى في حضن كل العفاريت والمؤسسات والمومسات وبيوت رهن الشرف، نعم، وبيوت رهن الشرف، على أمل أن يوقف نهضة الأمة المغربية، ولم ينجح. راهن بكل غازه ونفطه ومعادنه وحولها إلى رشاوى، كدسها في الحقائب وحملها إلى كل بلدان العالم ليشتري بها مواقف معادية لوحدة المغرب الترابية، ولم ينجح. أطلق عنان السفلة والساقطين وأبناء الشوارع لينهالوا سبا وطعنا وتجريحا ودما في المقدسات والأمهات والبنات والأخوات المغربيات الشريفات العفيفات، ولم ينجح. فلا تزال المرأة المغربية مثال السيدة في بيتها والحاضنة لأبنائها، ورمزا صامدا للعائلة المغربية الأصيلة الكريمة الراقية. عيرنا نظام العسكر عبر إعلامه بالفقر، فأصبحنا اليوم أغنى منه بقناعتنا وقبولنا للقليل البسيط الذي باركته اليد الإلهية، بينما أكل الفساد كل ثرواته وأمعن الجنرالات فسادا في خيرات شعبه الفقير. الشعب الجزائري الذي اختار ركوب الأمواج هربا نحو أوروبا وهو يحمل وطنه جرحا غائرا في جوارحه، تاركا جزائر النفط والغاز لمستعمر جديد ادعى أنه جاء ليحرره، فانقلب عليه وعلى من صدقه من أبناء جلدته، فاعتقل الشرفاء ورق الخونة واللصوص بدرجات عالية، حكم على بوضياف بالموت رميا بالرصاص، وعلى المواطن والشاب والشيخ والكاتب والصحفي والنقابي وكل جيش وكل أحفاد جيش التحرير بالنفي أو السجن أو الإقصاء. هل انتهت القصة؟ لا، لم تنتهي. لم تنتهي، بل ما تزال طويلة ودامية كجرح يتعفن ويتضخم يوما بعد يوم، وستبقى كذلك ما بقي بجوارنا الغدر. أخرج الجار الحقود من جيبه سلاح الطرد، فاختار أن يكون 350 ألفا من إخوانه وجيرانه المغاربة هم أضحية لعيده، فرمى بهم عند الحدود ممزقا أشلاء آلاف الأسر، منتزعا شفتي الرضيع من ثدي أمه والعجوز من مأواه، قاطعا رحم الآباء والأمهات والأزواج والزوجات. كل ذلك وهو لا يزال يظن أنه يبصر، وبعين واحدة، عين النفط والغاز. فاستقبلنا أبناءنا
المطرودين، وفتحنا لهم أدرعنا وأسكناهم في غرف آمنة داخل قلوبنا. هل انتهت القصة؟ لا، لم تنتهي بعد. قرر الجار الحقود أن يغير الخريطة فلم ينجح. قرر الجار الحقود أن يزور التاريخ فلم ينجح. قرر أن يخلق أجيالا من الجزائريين يكرهون المغرب فنجح. مسح من دفاترهم اسم المغرب، بلد الأدارس والموحدين والمرابطين والمرينيين والسعديين والشرفاء العلويين. علمهم أن الجار المغربي هو العدو، وأبى إلا أن يدرس أبناءه في المدارس والجامعات مع الجغرافيا والتاريخ علما جديدا هو علم الحقد والكراهية. مد ملكنا يد الأخوة عملا بأخلاق جده عليه الصلاة والسلام، فكان رد الجار: المغرب عدو. لكن كم مرة وصف كفار قريش سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بالعدو، فكان خيرا لهم وخيرا على العالمين. وكم مرة وصفت النازية شعوب أوروبا بالعدوة، لكن هذه الشعوب قاومت وانتصرت. وكم مرة وصف جنرالات الجزائر بأنها القوة التي لا تقهر، وها هي دي اليوم تطأطئ الرأس لأوروبا ولأمريكا، لأن جينات الهزيمة ترافقها منذ النشأة. وعلى الشعب الجزائري يا أخوان، على الشعب الجزائري أن يصحح النشأة أو يعيد كتابة البداية. أما الجار المغربي الصادق الخلوق فقد حلق بعيدا بعيدا ولم يعد سهلا اللحاق به. قد تقولون كيف يحلق بعيدا وهو أعمى، من غير نفط، من غير غاز؟ العمى ليس عمى العيون بل عمى البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. والله يجعل هذه الساعة ساعة خير وبركة عليكم جميعا.